فنانة مصرية قررت تكون درع من الدروع البشرية في حرب بغداد. مع بداية الألفية الثانية اشتهرت في السينما بأدوار الأم العجوزة أم دم خفيف للنجوم الشباب، فقدمت شخصية أم جاد في فيلم صاحب صاحبه مع محمد هنيدي والفنان أشرف عبد الباقي سنة 2002، وقابلوا دور أم علاء اللي كسب جايزة من باور فاميلي في فيلم جاءنا البيان التالي سنة 2001، وكمان شاركت في فيلم أفريكانو بدور أم بدر. يا ترى عرفتوا هنتكلم عن مين؟ حكايتنا النهاردة عن الفنانة فوزية عبد العليم. في الأول خليني أقول لكم إنها ما بدأتش رحلتها الفنية في 2001 زي ما المواقع الفنية بتقول، لكن بدأت مشوارها الفني قبل كده بكتير، لما كانت فوزية مراهقة وعندها حلم للتمثيل والنجومية، فكانت ملامحها الجميلة بالإضافة لموهبتها الفنية كافية إنها تخليها نجمة، لكن عيلتها ما رحبتش بالموضوع خالص، وكمان كانت عقبة قدامها علشان تدخل الوسط الفني، فوالدها كان أزهري وعمها عضو برلمان، فما تقبلوش إن بنت العيلة المحافظة تشتغل في التمثيل، وقدام إصرارها ما وافقتش العيلة بشكل كامل لرغبتها. فلما كان عندها 20 سنة قدمت أول تجاربها التمثيلية بأدوار محدودة في أفلام، بعدين انضمت لفرقة رمسيس المسرحية مع الفنان يوسف وهبي، بالإضافة لبعض الأدوار في الدراما التلفزيونية، وده كان في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات، وبقت في الفترة دي عضوة بنقابة المهن التمثيلية، وده حسب ما قالته بنتها الصغيرة سوزان. بعد بقى ما نجحت فوزية في إنها تحط رجليها على أول الطريق الفني، اتجوزت من الدكتور عصمت عبد الكريم وجابت 3 أطفال، نيفين ووحيد وسوزان، فقررت تضحي علشان ترعاهم، فكانت أولويتها هي عيلتها، وده على حسب كلام بنتها سوزان اللي قالت إنها تخلت عن طموحها الشخصي علشاننا وكنا المسؤولية الأولى ليها، وبعدت عن التمثيل حوالي 20 سنة لحد ما كبرنا وبدأنا نعتمد على نفسنا، ولكن طول الفترة دي كانت بتفكر دايما في حلمها. وفي نهاية التسعينيات قابلت فوزية المخرج شريف عرفة بعد ما اشتغلت معاه في حملة إعلانية، ورشحها لأداء دور جدة أحمد السقا في فيلم أفريكانو مع المخرج عمرو عرفة، وبعده المخرج سعيد حامد في فيلم جاءنا البيان التالي، واداها دور أكبر من الفيلم التاني صاحب صاحبه. وخلال الفترة دي شاركت في مجموعة كبيرة من الأفلام، وكانوا أولادها مبسوطين بالنجاح اللي بدأت والدتهم تحققه علشان كانوا حاسين إنهم السبب ورا ضياع حلمها. وقالت بنتها نيفين كل البيت كان مرحب بشغلها، كنا مبسوطين بطموحها وكنا بنشجعها، وكنا كمان بنشتغل معاها، في اللي اشتغل مدير أعمالها، واللي فيه كان بيجهز لها لبسها، وفي اللي كان بيوصلها لللوكيشن ويرجعها. بس التمثيل مش هو الفرع الفني الوحيد اللي كانت شاطرة فيه فوزية، فقالت بنتها إنها كانت شاطرة في الرسم وعزف الكمانجة، وكمان كانت بتكتب شعر، وكانت دايما بتحضر صالون للشاعر أحمد رامي، وكانت بتدرس كمان اللغة الفرنسية. ما كانتش مهتمة بالفن وبس، لأ كانت كمان مهتمة بالسياسة، وكانت ناشطة فعالة في كل القضايا العربية، من أول شغلها في التمريض خلال العدوان الثلاثي، وخرجت كمان في حملات التبرع بالدم في 73، وشاركت في كل الفعاليات الخاصة بفلسطين والعراق وضرب جنوب لبنان. لكن في 2003 حصلت حادثة قلبت لها حياتها، وده اللي قالته بنتها سوزان لما سافروا بغداد كدروع بشرية معترضين على ضرب أمريكا للعراق، وقالت في طريقنا اتعرضنا لحادث مميت لما اتقلبت بينا العربية قبل ما نوصل بغداد بحوالي 100 كيلومتر، واتصابت فوزية في الحادث بكسور في الضلوع ونزيف في الرئة وكسر في الترقوة وشرخ في الجمجمة،
وفضلت تتعالج من الإصابات دي على مدار سنين كتير، ومن الوقت ده وحالتها الصحية اتدهورت، ولكنها برضو حرصت على المشاركة في ثورة يناير وثورة 30 يونيو، بالإضافة إنها نزلت وإدت صوتها في الانتخابات بالرغم من إنها كانت بتتحرك على كرسي متحرك، بس كانت مؤمنة بأهمية المشاركة. ورحلت عن عالمنا في 25 يوليو 2019 بعد مشوار قصير نسبيا في الفن، إلا إنها سابت بصمة مش هتتنسي، فكان وجودها في أي فيلم جرعة كوميدية مكثفة. قولولنا في التعليقات إيه أكتر دور بتحبوه لفوزية عبد العليم.